تخيل إن في بنت انتحرت عشان الخوارزمية فهمتها أكتر من أهلها. مولي راسل بنت عندها 14 سنة دخلت السوشيال ميديا وهي زعلانة شوية زي أي حد. الخوارزمية ابتدت ترشح لها محتوى اكتئاب، حزن، إيذاء نفس، وفي 6 شهور بس مولي شافت أكتر من 2000 بوست على نفس الفكرة. والطب الشرعي البريطاني قال إن المحتوى اللي كان بتشوفه كان عامل مباشر في اللي حصل لها، وهو انتحارها. خليني أقولك إن اللي حصل مع مولي ده مش حالة فردية، لأن الخوارزمية مش بتعرض لنا العالم زي ما هو، هي بتبني لكل واحد فينا نسخة خاصة بيه، وده اللي الباحثين بيسموه رياليتي شيبينج. بس مع مولي الخوارزمية لعبت على أعمق نقطة في الدماغ، واللي هي النيجاتيفيتي بايس. ودكتور ساتشك بيقول إن الدماغ البشرية متبرمجة على إنها تركز على الخطر والجانب السلبي، وهو ده بالظبط اللي الخوارزمية عملته. هي فضلت تزق مولي من بوست حزين لأكتر حزن لأكتر سوداوية، لحد ما الواقع كله بقى مظلم بالنسبة لها. وخليني أقولك إن انتحار مولي هز العالم كله وخلاه يقف. في 2022 دي كانت أول مرة في التاريخ القضاء يحكم إن السوشيال ميديا مش مجرد ابليكيشن، دي طرف ومشارك في الجريمة اللي حصلت. وده لأن الخوارزمية هي اللي اختارت تعرض محتوى ضار من غير ما مولي أصلا تدور عليه. فالسؤال هنا بقى، يا ترى العالم اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا ده حقيقي ولا الخوارزمية فصلته مخصوص عشانك؟ أنا شهد شريف، واستنوا اللي جاي من واو لزد.